السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى انا هنبت فول. اعمل فول نابت. انا كنت جايباه للتدميس. انا بجيب الفوله البيضه الحلوه دي وبقاله كتير عندي مركون في التلاجة، فانا هنقيه وهغسله وهنقعه. هعمل فول نابت ونشوف مراحله هتبقى ايه. يلا نشوف هنعمل ايه. هنقيه الاول واغسله وهنقعه في الميه. انا هنا غسلته ونقعته في ميه. انا دلوقتي الساعه 11:30 الصبح. هنقعه طول النهار. لو عايز نقعه من بالليل للصبح نقعيه. انا هنقعه طول النهار وهاجي بالليل وهحطه، هغسله تاني وهحطه في قماشه وابتدي انسمه وهوريكي تعمليه ازاي. وهغير عليه كل يوم، هنسم عليه ميه. وادي اللي طلع منه ده اللي مش حلو. ولو لقيتي فوله فوق الوش طالعه شيليها، لانها بيبقى قلبها فاضي ومش حلو وممكن يكون فيها سوسه. يلا بقى نشوف هنكمل ونعمل ايه. بصوا بقى الفولة هنا اهي. انا كده وصلت للمغرب اهو. الساعة بقت 8. بص نفشت قد ايه. هاخده اشطفه واجيب قماشة نظيفة زي دي كده. اي قماشة عندك نظيفة، كيس مخدة، فانيلا قديمة، شاشة، اي حاجة. هشطف ده وهبل الحتة اول مرة وهحطه فيها واقفل عليه. وكل يوم هنسمه وهوريكم يوم بيوم. بصوا هو لسه ما فتحش ولا في اي حاجة. اما نشوف بقى ما يتحط في القماشة وكل يوم ننسمه بشوية المية هيحصل فيه ايه. انا كده بليت القماشة اللي انا حطيت فيها دي وحطيته فيها، فضيته من المية وحطيته فيها. هبتدي اغطي بنفس القماشة حروفها كده كده. هي كده كده مبلولة. كل يوم بقى هفتح القماشة وابص عليه وانسمه بشوية مية من فوق الوش كده. انطر عليه شوية مية من فوق كده. كل ما تلاقي القماشة نشفت تنسميها بشوية مية من فوق بالمنظر ده. هسيبه برضو وهوريهولكم اهو. تاني يوم اهو. ده على العصر. انا الصبح قمت كده على الساعة 10 كده، نسمته برضو بمية تاني. ابتدت اهي، ابتدت تنبت اهي لو شايفينها اهي اهي. كله بينبت اهو، حاجات بسيطة. بقلبه تاني كده عشان الصبح برضو قلبته كده. وابتدي اديله ايه، تسنيمة مية تاني. شوفوا ابتدت تفتح ازاي. اغطي عليها تاني وبرضو ابل بشوية مية كده. تسنيمة بس كده اهو اهي كده اهو. نبل بس القماشة عشان يزرع. واسيبه برضو لبكره. وكل شويه لو عاوز ميه انسم له برضو ميه كده اهو واسيبه. القماشه لازم تكون مبلوله. بصوا بقى اهو. ده تالت يوم. انا عملته السبت، بليته السبت ومن بالليل عملته في القماشه. وكل يوم انا انسم عليه شويه ميه، اضيق عليه شويه ميه كده من فوق. بصوا اهو. بس لسه في فول ما طلعش قوي، فانا هسيبه النهارده كمان. ده لسه بسيط. فانا هسيبه النهارده كمان وبعدين ابتدي اسلقه اهو. هو سهل ما فيهوش اي حاجه. وجيبوه من بره بالغلا على ايه اهو. ده كده رابع يوم. خلاص انا شطفته، شلته من القماشه وشطفته. بصوا بقى عمل ازاي. كله نبت اهو وبقى جميل. انا هاخد منه شويه واشيل الباقي في الفريزر. هحطه في كيس وهشيله في الفريزر. هحطه في ميه مغليه وبعدين احط عليه بصل وكمون وملح بس. واسيبه لما يستوي. في الاخر انا بعمل له تكايه كده بحطه عليها. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هنا حطيته اهو وبشيل الريمه بتاعته اللي فوق الوش دي. خلاص طلع عليه. اشيل الريمه دي كده اللي فوق الوش دي. ولو عايزه تزوديه ميه زي ما انا هزود كده ميه تكون مغليه. ميه تغلي ميه وايه وتزوديها. وادي البصل والكمون والفلفل الاسود بس. وهسيبهم بقى يستووا مع بعض. وادي كيس الفول اهو انا عملته اهو.
ده هشيله في الفريزر لمرة تانية، لان نص كيلو بيعمل كتير جدا. ده هشيله لمرة تانية. الفول اهو استوى اهو. هعمل له بقى ايه؟ تومه، شويه زيت، اهي تومه بشويه زيت، وهترشها بشويه خل بس، شعرة ملح صغيره اهي. ومش هحمرها يعني، يا دوبك لونها يصفر كده، وبعدين هحطها على الفول اهو. توم اصفر، شويه خل، مش كتير، معلقتين خل يعني، وطعموها المنظر ده. هحطها بقى على الفول النابت. بسم الله. بسم الله بس كده، وهطفي عليه يا دوبك بس يطعم اهو، وهطفي عليه. بسم الله. بس كده. وادي طبق الفول اهو، النابت جميل اهو، وشربته رايقه من غير ما احط له اي حاجه. هما شويه كمون، انت ما تكتريش كمون لانه بيمرر وبيغمق اهو. ميته رايقه خالص اهي. واللي عايز ياكله وهو لو هو تعبان ولا حاجه معدته وجعاه، ما يحطش عليه الخطوه الاخيره اللي هي بتاعه الخل والثوم، ياكله بس كده بالملح وبالكمون بس، مسلوق مع البصل. انما دي بتدي طعم بقى بالطعام، وبتحط معاها عيش ناشف، بنكسر معاها عيش ناشف وناكله فتة فول نابت. وبالهنا والشفا.